السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أهلي الكرام. بداية خلونا نكسب الصلاة على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. فضلا وليس أمرا لايك على هي الفيديو ومشاركة الفيديو على أوسع نطاق. بداية وقبل ما نبدأ بالتحذير العاجل، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المحلية في 3 مناطق. أعلنت اللجنة الانتخابية إعادة الانتخابات في منطقة سيوارك وخلفيت وبولاية شالي أورفا ومنطقة أورغوب بولاية نوشهير بعد اعتراض تقدمهم بها الأحزاب السياسية. يعني إخواني الكرام، بهي المناطق راح يتم إعادة الانتخابات بحسب إعلان اللجنة العليا للانتخابات. أيضا أصدقاء الكرام، في موضوع مهم جدا، وأيضا بناء على تصريح وزير الداخلية التركي بخصوص الحملات التي سوف تستهدف المواطنين في عموم الولايات التركية، وخاصة على الطرقات السريعة وبين المدن وانتشار الأمن بشكل مكثف. لذلك أخواني الكرام، نحن اليوم كسوريين المطلوب مننا عدم السفر بين الولايات التركية بدون إذن سفر. يعني أخي الكريم، نصيحة لوجه الله تعالى، حاول قدر الإمكان أنك تتجنب هي الموضوع، لأنه مع الأسف الشديد في كثير من الأخوة السوريين راح يعملوا هي العملية، أنه يسافروا من ولاية لولاية وبدون إذن سفر، وخاصة أنه وزير الداخلية شدد بخصوص هي الأمر، إن كان داخل الولايات أو إن كان على الطرقات. يعني راح يكون في انتشار أمني مكثف، بالتالي علينا واجب الانتباه والتحذير. يعني بعد العيد انت اخي الكريم مثال خلصت وسافرت للولاية اللي انت بدك اياها بدون اذن سفر، وبتتفاجئ بعد العيد انه في عليك مخالفة الك ولعائلتك بسبب انك طالع من ولاية لولاية بدون اذن سفر. وهي الشيء اليوم اخواني الكرام، اليوم يعني تكاليف. غيفك اخي الكريم عن موضوع التكاليف، عن البصمة الادارية اللي بتنفرض عليك من 6 شهور لسنة. بالتالي إخواني الكرام، علينا نحن اليوم واجب التنبيه والتحذير، وخاصة كمان اللي عم يطلعوا بين الطرقات السريعة، إنه الالتزام وعدم السرعة مشان تقليل الحوادث والأخذ بالأسباب. الله يبارك فيكم جميعا، وإن شاء الله تكون عطلة مباركة على الجميع، ويكون هي الشهر هو شهر خير وبركة علينا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.